المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: حاكم شمال البحر الأحمر يتفقد قناة فرو التحويلية. تقييم إصلاح البيئة في القاشبركة. دعوة لمزارعي حقات للاستعداد الزراعي. الصين تجري تدريبات عسكرية قرب تايوان وسط تنديد أمريكي. رئيس كوريا الجنوبية يسعى لقمة مع الشمال. مقتل 5 في أعاصير تجتاح الجنوب الأمريكي. أهلا بكم مشاهدينا. تفقد حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخليل بسو برفقة قائد هيئة الأركان الفريق فيليبوس والديهانز ومدير مديرية فورا سيد عثمان عرفة أعمال بناء المجرى التحويلي الجارية بمشاركة شعبية واسعة. وأدار العميد تخليل أنشطة حماية التربة وحفظ المياه والمجاري التحويلي التي يقوم بها سكان ضواحي عريبتو ومحفيد وكمهولي ولحزين، وقدم له شرح من المهنيين المشرفين على العمل. وأشاد بمبادرات وجهود السكان داعيا للتنسيق مع المهنيين الزراعيين لفعالية أكثر للعمل، مؤكدا استمرار دعم إدارة الإقليم. من ناحية ثانية، أوضح مدير مديرية فورا سيد عثمان عرف الاجتماع الذي عقده للسكان للمبادرة تسرع في برنامج تجميع القرى، وأن إدارة المديرية تبحث مع الجهات المختصة لاستجابة لطلباتهم. وذكر السكان بأهمية الدعم الآلي في الجهود الجارية لتحويل سيول ربع حداس واستغلاله زراعيا وتوزيع الأراضي الزراعية غير المستصلحة سريعا. عقد في مدينة بارونتو يومي 12 و13 من الشهر الجاري منتدى تقييمي للأنشطة المجتمعية لإصلاح البيئة في قرى إقليم شمال القاشبركة. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم القاشبركة السيد فرانكو كوبابا في المنتدى الذي شارك فيه مسؤولو المؤسسات الحكومية والمهنيون الصحيون وممثلي السكان أن الهدف من المنتدى هو الحصول على معلومات دقيقة عن العمل الجاري لإصلاح البيئة حتى عام 2020 والدفع به قدما. وأشارت تقارير وكلاء الصحة البيئية في 16 ضاحية إلى البرامج المنفذة في الأشهر الثلاثة الماضية، موضحة أنه رغم ارتفاع الوعي إلا أن النواقص الاقتصادية وعدم تجمع القرى وحياة الترحال الرعوية ومشكلة المياه من التحديات التي تواجه العمل. من جانبه، أوضح مسؤول إصلاح البيئة في مكتب وزارة الصحة بالإقليم السيد عبد يعقوب أن 218 قرية من جملة 953 قرية بالإقليم بلغت مرحلة إعلان إصلاح بيئتها وإدخال دورات المياه، وجرت الاستعدادات والتعبئة للقرى المتبقية. وشدد على أهمية دور قوات الدفاع ووزارة التعليم ودور العبادة ومشاريع التنمية في فعالية الأنشطة المنفذة. وأشار مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الدكتور حيلوم كدانة إلى إقامة لجان على مستوى الإقليم والمديريات للدفع قدما بالبرنامج. ودعا المشاركون في المنتدى لوضع برنامج شامل مؤطر والاهتمام بضمان نظافة مصادر المياه والتوعية لإحداث تغيير في العادات والاهتمام بعدم انتهاك القرى للقوانين التي وضعتها. وقرر المنتدى إدخال دورات المياه في جميع قرى الإقليم حتى عام 2020 وبناء دورات المياه العامة في المدارس والأسواق ومواقف الحافلات ودور العبادة وأماكن تجمع المواطنين، ومساهمة كافة المؤسسات الحكومية لإنجاح ذلك. وقال حاكم إقليم القاشبركة السيد فيساي هايليه في ختام المنتدى أن إدارة الإقليم ستعزز من جهودها لإنجاح البرنامج. دعا حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود سكان مديرية حقات لمواصلة أنشطة حفظ المياه والاستعداد للموسم الزراعي قبل حلول موسم الأمطار. وأوضح لدى لقائه السكان أن حماية التربة وحفظ المياه أساس لرفع الإنتاج الزراعي، وعلى المزارعين بذل الجهد وتمهيد أراضيهم الزراعية وبناء المدرجات والحواجز المائية والعمل لإنجاح مشاريع التنمية الحكومية على مستوى الإقليم. من جانبها، أوضحت مديرة مديرية حقات السيدة آمنة حاج عثمان بأن دورات تأهيلية تنظم لعمال
المؤسسات الحكومية وإدارات الضواحي لمساعدتهم في عملهم وإدخال أسلوب إدارة جديد لحل إشكالات إدارة واستخدام المياه. ودعا الاجتماع لحل مشكلة مياه مدينة حقات وتوزيع قطع الأراضي السكنية وتوفير الجرارات مسبقا والاهتمام بخدمات الاتصالات في حشيشاي وبقو والعمل على تحويل المدارس المتوسطة إلى ثانوية. قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخا تسفا مكير في السمينار الذي عقدته في عصب أن على المرأة تقوية التنظيم لضمان مشاركتها الفاعلة في بناء وازدهار البلاد. ودعت المرأة للاستفادة الجيدة من الفرص التعليمية والأكاديمية والمهنية للمساهمة في برامج التنمية التي تشهدها البلاد والمشاركة في البرامج المنظمة لتطوير المرأة. وأوضحت بأن الدعم العيني والتعليمي المقدم من الاتحاد والشركاء لتطوير معيشة المرأة يأتي إدراكا لأهمية مساهمة المرأة في المجتمع، داعية المجتمع لتوجيه أبنائه وتنميتهم عبر القيم السمحة. وقالت إن المرحلة الحالية تدفع للعمل المضاعف وعلى المرأة كعهدها دوما القيام بدور رائد في البرامج الوطنية. وأهاب الاجتماع في ختامه بتوسيع الدورات التدريبية المهنية المنظمة للمرأة والدفع ببرامج التشجيع لضمان مشاركة المرأة في التعليم. يقوم سكان مديرية حيكوتا بأنشطة النظافة لإصحاح بيئتهم وضمان الصحة العامة. ونشد السكان لاستمرارية المحاضرات والتوعية الصحية لتدعيم الأنشطة التي يقومون بها. وقال السكان إن أنشطة النفير تساهم إلى جانب مكافحة الأمراض المعدية في غرس ثقافة العمل في الأجيال الحديثة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية ولكن بعد فاصل. مشاهدينا، الخبر الأخير في هذه النشرة: شيع مدير بنك إريتريا سابقا المناضل تكي بيني لامساه الأخير 15 من أبريل بمقبرة الشهداء بأسمرة. وذكر في مراسم الدفن الذي حضره كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة ورجال الدين والدبلوماسيين وأسرته وأقاربه والآلاف من رفاقه أن المناضل تكي بيني أمضى 3/4 حياته في النضال الوطني من أجل الاستقلال وإعمار البلاد. وأشارت النبذة القصيرة عن حياته بأنه قدم إسهامات راسخة في الأدب الوطني عبر رواية صوفيا التي ترجمها من الإنجليزية التجرينية وكتاب كاب ريق حفنتي والذي يحكي جزء من نضال الشعب الإريتري عبر تاريخ حياته. وخدم المناضل تكي بيني الذي التحق بالجبهة الشعبية لتحرير إريتريا عام 1980 في جهات الإعلام وجمعية الإغاثة الإريترية في مختلف مستويات المسؤولية حتى الاستقلال، وبعد الاستقلال مديرا لمركز الاستثمار الإريتري من عام 1992 وحتى 1994، ومن عام 1996 وحتى 2003 مديرا لبنك إريتريا. وقد وافت المنية المناضل تكي بيني صباح يوم 14 من أبريل الجاري جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 78 عاما، وهو متزوج وأب ل5 أبناء. وينعي بنك إريتريا المناضل تكي بيني ويقدم تعازيه الحارة لأسرته ورفاقه. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أجرت غازفات وسفن حربية صينية تدريبات حول تايوان في أحدث مناورات عسكرية قرب الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وصفها مسؤول أمريكي كبير بأنها إكراه وتهديد لاستقرار المنطقة. ولا توجد علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، ولكن واشنطن ملزمة قانونا بتقديم المساعدة للجزيرة للدفاع عن نفسها وهي مصدرها الرئيسي للأسلحة. وكثفت الصين الضغوط على تايوان التي تشتبه في أن رئيستها تساي إنغ تسعى من أجل الاستقلال الرسمي للجزيرة، وهي مسألة تمثل خطا أحمر للصين التي لم تستبعد اللجوء للقوى لإخضاع تايوان لسيطرتها. وقال جيش التحرير الشعبي الصيني أن سفنه الحربية وقذيفاته وطائراته الاستطلاعية نفذت تدريبات ضرورية حول تايوان، لكنه وصف تلك التدريبات بأنها روتينية. وقالت وزارة الدفاع التايوانية أنها دفعت بطائرات وسفن لمراقبة القوات الصينية، متهمة بكين بمحاولة تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان.
قال رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن أنه سيسعى جديا لعقد قمة أخرى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رغم الانتقادات التي وجهها كيم مؤخرا لدور سيول كوسيط في المفاوضات النووية التي أصابها الجنود. وأبدى مون حرصا على استعادة المحادثات مع كوريا الشمالية لزخمها منذ عقد قمة ثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيتنام في فبراير الماضي. وفشلت تلك القمة بسبب مطالب متعارضة من بيونغ يونغ وواشنطن، إذ تريد كوريا الشمالية رفع العقوبات المفروضة عليها، فيما تركز الولايات المتحدة على أن تتخذ كوريا الشمالية إجراءات ملموسة للتخلي عن سلاحها النووي. وفي الوقت الذي كانت فيه واشنطن تبحث مسألة نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية، كانت سيول تتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع بيونغ يانغ. والتقى مون مع كيم 3 مرات على مدى العام المنصرم، وتسعى سيول لعقد اللقاء الرابع قد يتزامن مع الذكرى الأولى لتاريخ عقد أول اجتماع بين الزعيمين في 27 من أبريل الجاري. قالت السلطات الأمريكية أن 5 أشخاص بينهم 3 أطفال لقوا حتفهم في أعاصير مدمرة بجنوب الولايات المتحدة مع تحرك عاصفة قوية محملة برياح مدمرة وأمطار غزيرة عبر البلاد، وبدأت فيها غراق ولايات الساحل الشرقي. فقد وصل إعصار اليابسة واتجه نحو إنجيما بولاية جورجيا بعدما تم الإبلاغ عن 17 إعصارا في أنحاء الجنوب من تكساس إلى ألاباما. وأصدرت السلطات تحذيرات من الأعاصير لمعظم مناطق ويست فرجينيا وأغلب أجزاء نورث كارولاينا، فضلا عن فرجينيا وبنسلفانيا وماريلاند وأجزاء من أوهايو ونيويورك. وتعني التحذيرات أن الظروف مواتية لتشكل الأعاصير. وقالت روث أن المناطق المتضررة ستشهد هطول أمطار غزيرة، كما توجد تهديدات من عواصف شديدة. وذكر موقع فلايت وير لمتابعة حركة النقل الجوي أنه تم إلقاء قرابة 2300 رحلة أمريكية. تقف الطفلة لولا جون التي لم تتجاوز العامين ممسكة بفرشاة رسم تفوقها في الطول كي ترسم لوحات من إبداعها باستخدام طلاء أسود مصنوع من الإكريليك بمساعدة فنان اكتشف موهبتها المبكرة. وتم تنظيم معرضين داخل إحدى القاعات لتقديم الأعمال الفنية التي رسمتها لولا، وبيعت لوحاتها في المعرض الأول مقابل ما يتراوح بين 300 إلى $1800 للوحة الواحدة. ليشير القائمون على المعرض إلى أن تلك الأعمال لقيت إقبالا كبيرا لدرجة أن الزوار كانوا يشترون 4 لوحات في وقت واحد. وتقول والدة لولا أن ابنتها تملك رؤية تتسم بالتصميم كما أنها محبة للجمال. ويرى الفنان باتيم عثمان هاج أن الرسوم العشوائية التي تخطها لولا تشبه أعمالا فنية لفنانين أمريكيين معروفين. كبرات تعزبتنا سمنا وزينا سبورت أبز تزازيم له. سلام.